بالاهلي والزمالك وبيراميدز والقطايف واللطايف والحاجات بتاعت ايه كوميديا الايجيبشن ليج. ماشي. طيب هو الزمالك اتعادل امبارح، فالزمالك كده بعد ما كان الفارق بينه وبين الاهلي 4 نقط بقى الفارق بينه وبين الاهلي 6 نقط. وفي حاله ان الاهلي يوم الخميس الجاي الساعه 8 بالليل اتخصم منه ال3 نقط، يبقى معناها ان هيبقى الفرق ما بين الاهلي والزمالك 3 نقاط، والفرق ما بين الاهلي وبيراميدز 4 نقاط. طبعا بيراميدز انهزم من فريق لبوسه، قصدي فاركو. طبعا كل الاحترام لشركه فاركو للادويه وفريق فاركو وكل حاجه، بس يعني هو فريق فاركو مسمى بالبوسه. يعني هو اخرة التريقه على الناس دي ما بتبقاش كويسه، يعني تقريبا هي ايه، الحبايه وقفت في زوري، الكلام خلاص مش راضي يطلع ومش راضي يتبلع. طبعا فريق فاركو قدر ان هو يفوز على نادي بيراميدز بنتيجه 3-2. وفي نفس اليوم بعد ماتش بيراميدز اللي كان شغال من الساعه 6 للساعه 8 تقريبا، او من 5 ل7 تقريبا، والاهلي لعب 8، بيقدر النادي الاهلي يفوز فوز كاسح على نادي اسمه ايه، نادي حرس الحدود، بنتيجه 5-0. وده طبعا حسن فرص النادي الاهلي في المنافسه على الدوري، ان الفرق بعد ما كان ما بين بيراميدز والاهلي 4 نقط غير ال3 نقط اللي هنرجع نتكلم عنهم، اللي مش عارفين لسه هيتخصموا ولا مش هيتخصموا ولا ايه اللي هيحصل. يا جماعه والله يعني رسايلكم مشجعه جدا. ماشي، خلينا بس نكمل في اللي احنا كنا بنقوله. ال3 نقط سواء هيتخصموا ولا لا لسه هنتكلم عن النقطه دي ولجنه التظلمات. فكده بقى الفرق نقطه، فاي تعثر قادم لنادي بيراميدز والنادي الاهلي يكون بيفوز في مبارياته هيبقى الدوري للنادي الاهلي، وده على الوضع الحالي. طيب الازمه جت ازاي وحصلت ازاي وازاي الناس دي كلها دخلنا في حسبة بيرما دي؟ الازمه جت لما النادي الاهلي قرر الانسحاب. يعني انا كنت بقول انها طلب تاجيل، بس خلاص احنا دلوقتي هي رسميا بقت انسحاب. لما النادي الاهلي قرر ان هو ينسحب من بطوله الدوري العام وينسحب من مباراه الزمالك في حين عدم اللعب بحكام اجانب، ولان الاهلي كان واخد وعد شفهي، ولان منظومه الكوره عندنا في مصر يعني شبه كل حاجه في مصر، فللاسف يعني الماتش الزمالك اعترض وقال انا عايز النقط بتاعتي، فالزمالك خد النقط بتاعته، والاهلي اتضحك عليه وقالوا له مش هنخصم منك ال3 نقط التانيين بتوع الانسحاب، وانت برضو نادي مهم ونادي مؤثر ويعني سلطه 5 في الدوله، فما ينفعش ومنظرنا، ولو اتحاد الكرة اتقال انت هيبقى وضعك ايه، ولا ما نصعدش ولا ما نعملش ولا وحاجات كتير. حتى في ناس كتير من خبراء التحليل قالوا في حالة ان لو الاهلي استفاد، يعني او لو الاهلي خد الخطاب بتاع عدم خصم ال3 نقط دول وقدم بيه شكوى في الفيفا، فهو هيوقف نشاط الكرة في مصر وهياخد حقه ان هو يتعاد مباراة الاهلي والزمالك. لكن النادي الاهلي مش هيعمل كده، قلنا عشان دوره في الدولة المصرية وقيمته وتأثيره على الرياضة المصرية. في حين ان يعني من الحاجات الغريبة جدا والحاجات اللي كانت مستفزة جدا في الموضوع ده ان مصر، او يعني مش هنقول مصر، وزير الرياضة تواصل مع وزير الرياضة السعودي او اتحاد كرة القدم السعودي وجاب حكام سعوديين، بس الحكام السعوديين وصلوا الساعة 11، فكون ان هم يبقوا بيحاولوا في اتحاد الكورة ووزارة الشباب والرياضة وفي رابطة الأندية ان هم يحلوا الأزمة، معناها ان الأهلي على حق. بس الله أعلم، هنشوف لجنة التظلمات يوم الخميس الجاي يوم 8/5 هتعلن ايه. وعايزين نقول كمان ان الدوري فاضل فيه 4 مباريات، وان الاهلي هيكون بيلعب في الوقت اللي هيصدر فيه القرار، فنتمنى ان القرار مهما كان ما يأثرش على
النادي الاهلي، وما ياثرش على نادي بيراميدز، وما ياثرش على نادي الزمالك، وما ياثرش على اي حد، ولا على نفسيه اللاعبين ولا على الاداره. الاهلي مش من مصلحته خالص ان القرار ده يطلع دلوقتي، لان لو القرار طلع باعاده المباراه مثلا فاللعيبه بتاعت الاهلي هتستسهل. لو القرار طلع بعدم احتساب الثلاث نقط، يعني عدم خصم الثلاث نقط، الاعلام الزملكاوي والاعلام البيراميدزاوي هيبدا يضغط ويقول لك اصل نادي الدوله وهتبدا اللعيبه برده ما تركزش. طب افتراضا ان القرار طلع بخصم الثلاث نقط من النادي الاهلي، لعيبه الاهلي هتحس ان المهمه بقت صعبه وبقت مستحيله. فالقرار ده مش في مصلحه الاهلي انه يطلع دلوقتي، ولا مصلحه بيراميدز ولا مصلحه الزمالك. هو المفروض القرار ده ان هو يتاجل ويتعلن بعد انتهاء الدوري، عشان كل الفرق تشوف هي حظوظها ايه وازاي تقدر ان هي تحافظ على حظوظها في البطوله دي، في بطوله الدوري العام. مش عايز اتكلم عن الاهلي كتير لان انا بتكلم اصلا عن الاهلي كتير جدا يعني في الحاجات البرايفت بتاعتي او في التشانل البرايفت بتاعتي اللي بتكلم فيها عن الكوره. بس الموضوع مهم وده برنامج في راديو مصر على الهوا بيتكلم عن الكوره، فمفيش حاجه اهم من منتخب مصر واهلي وزمالك وبيراميدز ومصري واسماعيلي ان احنا نتكلم عنها.